طب تمام، لان في العالم اللي احنا عايشين فيه حاليا في ناس كتير فاكره ان هم زي الفل ومش مدمنين طالما هم ما بيشربوش سجاير، ما بيشربوش مخدرات، ما بيشربوش كحوليات. في ناس كتير فاهمه ان هم كده فخلاص اتس اوكي، احنا هنا في التمام ومش مدمنين على شيء. لكن معلش انا جاي اكسر لك التابو ده وافهمك، او احاول ان انا اخلي اللي مش عارف يعرف ان بس ادمان مش بس بيقتصر على الاشياء دي. في ناس كتير جدا ما تعرفش يعني ايه ادمان فعلا، او ما تعرفش المعنى الحقيقي لكلمه ادمان. لكن في واقع الامر الادمان هو شيء يعني ممكن يكون موجود عند كل الناس في العالم، لكن بيختلف من شخص للتاني وعلى حسب الادمان. فالنهارده احنا جايين نتكلم عن الادمان. لو انت شايف انك انت ممكن ما تكونش مدمن على شيء معين، فيعني كمل معايا الفيديو للاخر، وبعد كده هتعمل تيست على نفسك، هتفكر في نفسك، هتحاول تعرف هل انت فعلا شخص مش مدمن على اي شيء في الحياه، ولا فعلا عندك ادمان معين ناحيه شيء معين في الحياه اللي انت عايشها. بس كده، لو انت من محبين المحتوى ده يا ريت تعمل سبسكرايب، لو انت مش مشترك في القناه فعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، وتحط لي في الكومنتات اي تعليق عندك. فبس كده خلينا نبدا الفيديو ويلا بينا. الحياه اللي احنا عايشين فيها حاليا فيها حاجات كتير جدا ممكن ما تتسماش ادمان، لكن في واقع الامر في حاجات زي انترنت، موبايل، شوكولاتات، الكحوليات والمشاريب الغازيه والحاجات اللي زي كده، دي ممكن تكون ادمان. في ناس كتير بتدمن الاشياء دي وهي مش واخده بالها. هتقول لي طيب ما دي اشياء مش مضره بالصحه. حضرتك السكر بيقتل اكتر من السجاير، والمشروبات الغازيه اللي هي غالبا اقل من ربع لتر يكون في على الاقل اكتر من 165 سعره بس من السكر، وده كارثه. كذلك برضو الاشياء التانية. طب مثلا الانترنت والموبايل والحاجات دي، بص كل الاشياء دي فيها جوانب مضرة وجوانب نافعة، لكن أوقات الإدمان الشديد للحاجات دي بيخلينا نندلق على الجانب اللي بس مضر، اللي هو فعلا بيقدم لك كل الضرر والضرار. الإنترنت فيه حاجات كتير عظيمة، لكن مليان بالفيديوهات القصيرة اللي حرفيا بتهين التركيز بتاعك، مليان بمواقع الإباحية، ومليان بالأشياء السيئة. وفي ناس كتير جدا، بل أغلب الناس حاليا مدمنين على الفيديوهات القصيره والتيك توكس والشورتس وكده. وده مش معناه مثلا ان انا مش مدمن عليها او الاشياء دي، لا عادي ممكن اكون مدمن فيديوهات قصيره، مش حوار. لكن الفكره هنا مش في انا مدمن ولا انت مدمن، الفكره هنا ان احنا بنحاول نعرف احنا فعلا كده ولا مش كده. في حاجات احنا ما بقيناش قادرين نعيش من غيرها. في حاجات كده لو اتاخدت من ايدك، كان موبايل سواء كان لعبه سواء كان ايا يكن، يعني ما تقدرش تعيش من غيرها كتير. ما بتقدرش تستحمل نفسك، عصبيه بقى وزعيق وخناق وبتاع، انك بالظبط بيحصل لك اعراض انسحاب. هرمونات السعاده اللي في دماغك بتتاثر وبتتضايق، افراز الاندروفين والسيروتونين والدوبامين، كل الاشياء دي بتتاثر بارتباط دماغك بالمحفز المعين اللي هو مثلا التليفون، الشورتس، الجيمز. حاليا في العالم اللي احنا عايشين فيه في ناس كتير جدا ما تعرفش تعيش من غير موبايل او شخص. اي شيء من الاشياء اللي بتحصل دي او كل الاشياء دي كده هتلاقيها عندك بصوره معينه، اعرف انك انت مدمن تجاه شيء معين. طالما انت بيحصل لك شيء من دول، لما الشيء ده انت بتبعد عنه، اعرف انك انت هنا بتعاني من ادمان على الشيء ده. هنا احنا قدام سؤال معين بقى، هو ازاي كل ده بيحصل؟ ازاي اساسا الشيء اللي اسمه ادمان ده بيحصل؟ الهرمونات اللي في دماغك دي ليها محفزات معينه، يعني هرمون الدوبامين والسيروتونين والحاجات اللي زي كده هي فعلا ليها محفزات معينه. لما بتاخد محفزات سهله وبسيطه ان هي تجيلك من اشياء معينه زي الفاست فود، زي الفيديوهات القصيره، زي المخدرات، زي الكحوليات، زي السجاير، كل الاشياء دي دلوقتي لما بتجيلك بتاخد فعلا جرعه سعاده او انبساط. لما تاخد الانبساط بالطريقه السهله دي والساذجه والبسيطه، هنا انت دماغك بيتعود وبيطلب مره واثنين وثلاثه وعشرة. الطريقه دي انت برضو بتديله في كل مره اللي هو بيطلبه، لحد ما هنا بقى بيحصل فعلا الشيء اللي اسمه ادمان. طب ازاي؟ انت دلوقتي دماغك ده بياخد كميه معينه مثلا من الشيء اللي بيبسطك، بيفرح، بينبسط. القليل لحد اللحظه دي مش شيء سيء، يعني انت بتاخد كميه قليله زي الفل يا معلم، مفيش مشكله. هل تفتكر انت هتيجي عند الكميه القليله دي وتبطل؟ طب انت دلوقتي دماغك خد مثلا الجزء الصغير ده، هل دماغك هيكتفي انك انت تشوف فيديو شورت او 2 أو 3؟ مفيش مشكله عادي انك انت تقعد نص ساعه، مفيش مشكله عادي. لكن الناس اللي بتصحى الصبح تفتح التيك توك ما بتقفلوش غير بعد العصر، تاخد استراحه غداء وترجع تكمل لحد ما تنام. هل ده طبيعي؟ يعني هل كل الاشياء دي طبيعي؟ هل انت في اللحظه دي انتباهك ما اتفشخش؟ هل انت مثلا مش ملاحظ ان دلوقتي لما انت قاعد تستهلك في محتوى يبتدي من دقيقه لحد 5 ثواني يا معلم، تفتكر كل ما هتاخد يعني الجرعه الصغيره دي، هل هنا انت دماغك دلوقتي بقى قادر يستحمل ان هو يشوف فيديو
5 دقايق، هل انت دماغك دلوقتي قادر يستحمل يشوف الفيديو ده للنهايه؟ لو انت وصلت لحد هنا والله انت يعني كويس، انت دلوقتي يعتبر عديت تلت الفيديو مثلا. طب كويس، اعمل لايك بقى واشترك في القناه، وعشان يعني انت عارف زي ما قلت لك الحاجات دي اغلبها مش ضار لكن كترها. ادي جبت لك المثال بتاع الفيديوهات القصيره، نسف التركيز بتاعك وما بقتش قادر انك تركز. هنا مثلا صعب انك انت تدمن كحوليات او مخدرات او كده، نظرا للحرمانيه، نظرا للمجتمع، نظرا لان فعلا الشيء ده مش صحي اطلاقا. لكن الحلويات مثلا قطعتين بسبوسه مش مشكله، لكن طبق يا هانم دي مصيبه، فدي مش شيء كويس. طبق واحد مثلا فيه مثلا 1500 كالوري. طب ليه؟ السوشيال ميديا مثلا لما تلاقيها بتضيع وقتك كله وتخليك مثلا تنعزل عن الناس ومش عارف تتعامل معاهم، هل ده شيء كويس؟ انه نص ساعه على السوشيال ميديا مش شيء سيء. فهنا احنا ما بنتكلمش في ان الشيء ده سيء ولا لا، احنا بنتكلم في ان قليله كويس لكن الكثير منه it's so bad، ده شيء سيء جدا. ايه هي الاشياء اللي ممكن ندمن عليها فعلا بسهوله ويعني تنفخ دماغنا؟ طيب خليني اقول لك ان هو مثلا في حاجات بتتشاف زي الافلام، انمي، مسلسلات، بوستات سوشيال ميديا، فيديوهات قصيره، والحاجات دي يعني بص قليلها مش سيء لكن الكثير منها بيتعب الدماغ. يعني تضييع الوقت مش شيء كويس، وانك انت تنعزل مش شيء كويس، وان عقلك يرتبط باشياء معينه جدا ويقعد يبني عليها حياته، ده برضه مش شيء كويس. انت لازم تشوف العالم اللي احنا عايشين فيه بطريقه او باخرى. يعني الحاجات دي زي ما قلت لك هي مش سيئه، لكن لما تبقى مش قادر تقوم من على انمي وبتتفرج 30 حلقه في اليوم اتس سو كومبليكيتد، الوضع هنا هيكون معقد بطريقه سخيفه. طيب لما تكون مثلا بتشوف موسم كامل من المسلسل في اليوم بقى ساعه، 10 حلقات ب 10 ساعات، يعني ما تهزرش. ده مش شيء ان احنا ممكن يعني ايه يعني نعمله. انا ما بقولكش ان انا ما عملتش كده في حياتي، عادي جدا، ممكن اكون عملت كده كتير. هل احنا هنا بنقول ان انا غلطان او انت غلطان؟ احنا هنا بنعرض المشكله، فما تشخصنش امها. لا انا مثالي ولا انت مثالي ولا حد فينا مثالي. طيب في حاجات بقى يا معلم انت ممكن تشربها زي المشروبات الغازيه، زي مثلا الكحوليات، زي مثلا مشروبات الطاقه زي القهوه، زي الشاي. كل الحاجات دي فيها مواد معينه بتحفز الهرمونات في مخك، كل ما بتشرب منها كتير بطريقه سهله فالهرمونات بتيجي اسهل، فانت مخك نفسه بيبقى عايز هرمونات اكتر فبياخد جرعات اكتر. واصله لك الفكره؟ وده تقدر تعممه على كل الاشياء اللي احنا اتكلمنا عنها. في هرمونات اسهل يدينا هرمونات اكتر فمخك يطلب اكتر لان الجرعه ما بقتش تكفيه. حاجات انت ممكن تدخنها زي السجاير، زي الحشيش، زي اي نباتات بتتشرب يعني عموما فيها اضرار على الاقل خالص يا معلم. لو هتقول لي ان الحشيش النبته ما فيهاش اضرار، ولكن الدخان اللي بيطلع منها فيه اضرار، ما عندكش حاجه. في حاجات بقى بتتاكل زي الفاست فود، زي السكريات عموما لان السكر لوحده كارثه، مقلبات علشان بتحتوي على مواد حافظه دي برضو كارثه، حلويات وكده. طيب احنا هنا يعني يعتبر في نهايه الفيديو، لكن انا واجب ان انا انبه على كام حاجه انا كنت عايز انبه عليهم بس عشان الناس ما تفهمش غلط. كل الحاجات اللي انا قلتها في الفيديو الحاجات دي في منها اشياء قليل منها ملوش ضرر، لكن الكثير منها والتمادي فيها هو سيء تماما. زي ما قلت لك احنا نهدى شويه، ما نستهلكش كتير، نستهلك في الطبيعي في العادي. يعني قلت لك برضه ان احنا لازم نعتدل في كل شيء، نحاول نمشي معتدلين. ايوه احنا مش مثاليين ومش هنعرف نعمل كده بنسبه 100%، لكن على قد ما نقدر نحاول بس ان احنا نعتدل في الاشياء اللي احنا بنعملها. مخدرات، حشيش، مش عارف مين، ما تقربش. يعني اخر حاجه بقى انا عايز اقولها لك، طبيعي ان احنا فعلا نفسنا تروح للحلويات، تروح للاكل، نفسنا بتروح للفاست فود، نفسنا بتروح لحاجات كتير احنا بنحب نعملها وهي مضره شويه. في نفس الوقت بقى انا اقدر اقول لك انه انت مش 100% هيجي يوم ومش هتقدر بقى تاكل كتير، لا في ايام هتيجي وهتاكل كتير عادي. انت شايف ان الفكره برضو في يوم واحد؟ لا، فكره في التكرار، فكره في انك انت تكتر بزياده عن اللزوم، الفكره في الادمان هو المشكله، مش يوم واحد اللي هيخليك تدمن، لا الاستمراريه هي اللي هتوديك في داهيه. وبسم الله ما شاء الله مفيش اسهل من انك انت تستمر في شيء هو حلو ومضر، مفيش اسهل من كده. فما تخليش يوم واحد يقنعك انك انت برضو ايه هتدمن الشيء ده. ممكن تضعف قدام طبق حلويات وتاكله، لكن هتاكل كل يوم طبق حلويات انت هنا في مشكله، وتفضل يعني روح اتعالج تمام عشان دي مشكله بجد. وبس انا يعني حبيت انهي كلام، يعني انا حبيت اقول ان دي حاجات انا حبيت انبه عليها مش اكتر، وعشان الناس بس ما تفهمش غلط. ده لو في ناس انا هتشوف الفيديو انا مش عارف انا بتكلم على ايه. لو انت لسه جديد اعمل سبسكرايب ولايك وشير، ده بيساعد الفيديوهات الميته دي ان هي يعني تعود من الموت من جديد، فاهم؟ ده ديد مان از باك. وبس كده يا صديقي، ده كان كل اللي عندي، وسلام.